أنا بريد المواليد يا النوباوي غايد الجيش يا ثلاثة صايقين عربية حكومة ضرب والقرآن وكفاية أبو رزق في العباسية يا صفصف ثلاثة بوكسي دورية حكومة ما ملكية وري بقول لكم بصراحة بحيي الداخلية كفاية يا زول شناب أنا مريض المواليس يا مازال غرابي غايب الجيش يا بلاي بخوض المعارك النوباوي خوض المعارك يا الغرابي خوض المعارك ابو رزق خوض المعارك الخير خوض المعارك بلاي بخوض المعارك بحي ضابط الجمارك يا زول بيامي القولي عباسيات القولي في الرئاسة بالسناجة وامشي العشرة قرر هناك ناس مبروك وانت غيابها ومع مصطفى بوم ضروري الاستمارات انا بحيي الضباط ليل العمدة والضباط ليل الرغبة والضباط الجلال والضباط ضروري الاستمارات أفقدوك في نمشي هناك عباسي الربيع هناك أي ضروري الاستمارات ببغاك يطول إياك وانت وياني الحملات
اجري تعالي ليا يا والدة علوية ابو رزق وتعليا جلال لويس تعليا وين جلال لويس؟ يا جلال لويس يا طارق تعليا وزارة الداخلية بل عين ماجدة وتعليا بل مع الهادي تعليا الرامي وتعليا يا صدام تعليا يا ناجي وتعليا غسان تعالية وزارة الداخلية يا وحيد تعالية بقول لكم بصراحة بريد الشرطة الأمنية بس ياسر أنا بريد المواليس يا البريد وغايب الجيش يا أورانيا مع الغرابة تلقوني بل مع النوبة تلقوني عباسية تلقوني فريق كفر تلقوني بل عباسية تلقوني قوم يا مصطفى في الداخلية قوم تلقوني يا ياسر في جوازات تلقوني في المرور قوم تلقوني يا دراكولا هناك المرور أي الليلة تلقوني في المباحث تلقوني والله شغل عجيب يا اخي شغل مختلف يا صاحبي شغل مختلف ده شغل مختلف اوه وسام عبد الماجد يا اسمع فجغت الجنجويد دل ها فجغتهم خلاص الشغل ده ليك يا غسان عبد الماجد شوف الدخلة دي شوف الدخلة دي ذات الدخلة دي ذاتها يعني توقف القلب بل سو كشف يا قال لي ناس الحرية والتغيير كاتبين دستور شوف الدستور ده عليك الله شوف الدستور ده خش يا خش ها وري الدستور جد بل سو أدرك ضرب الغريبة سو
الناس هاجي ايوه شديد سوي هذه الراكولا حسبوا للعغارات لولبة صرف لولبة بس وحيد لولبة القمر لولبة يا فارس لولبة فاتتهم الدخله بتاعت الدستور ده دستور صرفه قال لي والله لقينا لقي الادب. شوف الدخله ده على قال شوف الدخله دي بس
أزرق صرف لوليبا. لوليبا برهان لوليبا. يا اخي السلام عليكم، كيف احوالكم؟ ان شاء الله كويسين. ايه داخل مزاجك راجع يجيك خالي السلك وما عارف منو. غايته بس الحمد لله. شايف يعني شوف المأساة اللي احنا فيها دي، شوف كمية الحياة اللي بتفصلك في الكوكب ده وتيجي تلقى في وشك خالي السلك قال ينشط بعض ابواغ الحرب. يعني هسه نجي نضيع زمننا وزمن الناس ومزاجنا الرايق ده عشان نرد عليك. والله السلام عليكم، كيف اخباركم؟ ان شاء الله كويسين. كيف عاملين؟ ان شاء الله طيبين. هات الليله اللي عندها زار بيكون في اللايف ده طار له. وحتى الليله 2019 قلت لها انا بجي داخل لكم بيزار وحياة الله تسمعوا اسمي ده كلكم ترجفوا الا بس تقول شنو. تشكر يا ابو سينا عباس، شغل برضو احترافي جميل. كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اللي في اللايف السلام عليكم، مساء الخير، كيف اخباركم؟ الناس اللي في البيوت السلام عليكم، امهاتنا وابانا الكرام، ابنائنا وبناتنا، اخواننا واخواتنا السلام عليكم، كيف احوالكم؟ كيف مسيتوا؟ نطمنكم الجيش بخير الحمد لله، والسودان بخير. السودان السلام عليكم، كيف اخبارك يا سودان؟ ان شاء الله طيب. قوات مسلحه، شرطه موحده، شرطه مركزيه داخليه، احتياطي مركزي، مرور السلام عليكم، جمارك هناك، هيئة عمليات السلام عليكم، مستنفرين، غسان عبد الماجد كيف اخباركم؟ اويس كيف اخبارك؟ ان شاء الله طيب. المجاهدين السلام عليكم، براء السلام عليكم، دفاع شعبي السلام عليكم، جهاز الامن والمخابرات ذاته السلام عليكم، برهان السلام عليكم، قيادة عامة تباه السلام عليكم، كيف امسيتوا؟ ان شاء الله طيبين. سلاح اشارة محمد عوض ان شاء الله طيبين، كيف احوالكم هناك؟ كرري السلام عليكم، كيف اخباركم؟ كيف امسيتوا؟ ان شاء الله طيبين. ام درمان بابا نوسه السلام عليكم، كيف احوالكم؟ سعادة زكريا كيف الاخبار؟ كيف امسيت؟ كيف صحتك؟ طمنا عليك. سيادة كباش ان شاء الله طيب، كيف احوالك؟ هناك يا سرعاطة كلك تباه، يا سرعاطة في الارجاء السلام عليكم، كيف اخبارك؟ ان شاء الله طيب. اعلام موالي القوات المسلحة، اعلام شريف، اعلام وطني السلام عليكم، جريدة الكرامة السلام عليكم، محمد عبد القادر كيف اخبارك؟ ان شاء الله كويس. هند عز الدين ان شاء الله طيب، كيف احوالك؟ ان شاء الله بخير، طمنا عليك. والزميل ابو القاسم كيف امسيت؟ ان شاء الله بخير. كل الشرفاء السلام عليكم. احمد المغربي كيف اخبارك؟ تلفزيون البزعي ان شاء الله طيبين. المخرجين نجود كيف احوالك؟ ان شاء الله بخير. تلفزيون السودان وقناة النيل الازرق كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. بعد ما جابوني بيقول النيل الازرق. كيف عاملين؟ ان شاء الله انتم كويسين كلكم. والناس اللي بيسمعونا في كل حته السلام عليكم، كيف احوالكم؟ انتوا كيف عاملين؟ طمنونا عليكم. الناس اللي في المستشفيات السلام عليكم، الساده الاطباء السلام عليكم، الجيش الابيض السلام عليكم، هناك كتيبه المويه، كتيبه الكهرباء، سيد والي ولايه الخرطوم، الساده الاولى، ادارات اهليه السلام عليكم، السيد سلطان المساليد السلام عليكم، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. موسى هلال كيف احوالك؟ ان شاء الله طيب. وكل القبائل في السودان، شندي ان شاء الله طيبين، كيف امسيتوا؟ القضارف السلام عليكم. تباه القضارف كيف اخباركم؟ بورسودان كسلة كيف احوالكم؟ جزيرة الخضراء كيف احوالكم؟ ولاية الجزيرة كيف امسيتوا؟ مدني الحنينة ان شاء الله انتوا كويسين. هناك رفاعة ما ناسينكم معاكم، كيف احوالكم؟ ان شاء الله طيبين. فداسي الحليمات كيف احوالكم؟ سريحة كيف الاخبار؟ كلكم ان شاء الله طيبين. النيل الابيض السلام عليكم. فرقة 18 والخامسة هناك هجانة السلام عليكم. غرب كردفان، شمال كردفان، دارفور كلها، دارفور الخير السلام عليكم. كيف امسيتوا؟ ان شاء الله طيبين. احوالكم ان شاء الله طيبين. الدمازين السلام عليكم. نيل الازرق
السلام عليكم. عقار السلام عليكم، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. هناك ابراهيم جابر السلام عليكم، كيف اخبارك؟ ان شاء الله طيب. السيد وزير صحة ولاية الخرطوم ولجنة الطوارئ مصعب مكتب الوالي، كيف احوالك؟ ان شاء الله طيب. والخط الاعلامي والخط الفني هيثم مصطفى الكورة الهلال السلام عليكم. المنتخب كلكم ان شاء الله طيبين، كيف احوالكم؟ صرفة السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الاخبار؟ ان شاء الله طيبين يا اخي. حاصل شنو؟ الحاصل شنو؟ اخبار شنو؟ حاصل شنو؟ وما زلنا في معركة الكرامة، ونسأل الله أن يتقبل شهداء الشعب السوداني، ونسأل الله أنه يشفي المرضى، ونسأل الله أنه يتقبل شهداء القوات المسلحة، ونسأل الله أنه يرحم موتانا وموتى المسلمين. نسألكم الدعاء لوالدة أخونا قاسم، ربنا يتقبلها إن شاء الله أحسن القبول، ونسأل الله أنه يوسع في قبرها يا رب العالمين ويجعله روضة من رياض الجنة، ونسأل الله أنه ينير قبرها بنور وجهه الكريم يا رب العالمين ويجعلها من أصحاب اليمين، ونسأل الله أنه ينزل السكينة في قلوب أبنائها وأخوانها وأهلها وذويها يا رب العالمين، ونسأل الله أنه يتقبلها أحسن القبول، ونسأل الله أنه يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، ونسأل الله أنه يشفي والدة أخونا وحبيبنا أحمد مودي الثائر، ربنا إن شاء الله يواليها بالعافية. وتحية لكل الناس إن شاء الله. كيف أخباركم كلكم طيبين؟ في معركة الكرامة قواتنا المسلحة الليلة في كل المواقع تنجز إنجازات كبيرة ولله الحمد والمنة. مجاهد باسان كيف اخبارك؟ ليك وحشه يا من. قلت لي كتبت ردمتنا الزول. الليله ما بنشتغل بها. تقارير الانجازات العسكريه الليله في الموجز سريع كده حنشوف ملخص عمله لنا حبيبنا غسان القداني. قال لنا الدعامه كانوا منتظرين الجيش يعبر كوبري الحلفايه، وموزعين في الحلفايه المزارع والازرقاب والسامراب والكدر والمزارع. في الدعامه كانوا عاملين كمين للقوات المسلحه، فالمعلومه وصلت الجيش وكانوا جاهزين باعداد كبيره وعربات وقناصين متفرقين راجين الجيش يعبر وينهالوا عليه. ده في محور بحري الليله. قالوا الاستخبارات راصده الشغل تماما، وعبروا ب50 عربية. الدعامة عرفوا الصباح انهم الجيش عبر وتجمعوا لهم في ابو حليمة، والجيش كان جاهز واستعدوا مع جيش الكدرو. هاجموا الدعامة وكانوا 4 ألوية، تمت ابادتهم تماما بعون الله وعون الانتينوف والطيران والسخوي، وتحية لسلاح الطيران. وتم ابادة ال4 ألوية وغنموا كل العربات الحية وتحركوا جنوب الى المصفى. وحبيبنا مصطفى محمود قال المصفى اسمها ألف لام صاد فاء ألف تاء مربوطة وليس المصفى بالياء المكسورة. فقال اتحركوا بعد ذاك بعد ما غنموا الحاجات دي. عدد القتلى من الجنجويد كبير، والآن موجودين في ميدان أبو حليمة وداخل شوارع الكدرو. ده انتصار كبير الليلة في متحركات القوات المسلحة في اتجاه بحري، وبحري مشى تتحرر قبال ام درمان، وانا ده رهاني باذن الله انه احنا بحري دي حتفرح الشعب السوداني قبل ام درمان، رغم الشغل في ام درمان كبير وانجازات كبيره، لكن بحري الجيش شغال فيها وبيقدم فيها كل يوم تضحيات وبيقدم فيها كل يوم بساله. حفظ الله القوات المسلحه في كل السودان، ونصر الله القوات المسلحه في بحري واعانوا. وتحيه لجيش الكدر وحطاب و كل القوات المرابطة في سلاح الإشارة، ربنا يتقبل منهم إن شاء الله. والانتصارات أمس كانت كبيرة وأول أمس كبيرة جدا. الطيران اشتغل في مخازن الإمارات في يد الدعم السريع في دارفور وفي نيالا وفي الضعين والمتحركات حقتهم،
وامس واول امس قوات من المصفى طلعت معاهم تانكر ومعاهم 7 تاتشر، ديل اول امس، و12 دعامي مشوا لله. ومبارح 10 تاتشر وتانكر وفوق ال27 دعامي مشوا لله. تحيه لقوات الكدرو. ودي الانجازات ماشيه تكبر والانتصارات ماشيه تكبر، والناس شايفه الانتصارات بيشوف عينها، ولكن يظهروا لنا يقول لنا في 3 طيارات مشت شندي. ما تمشي شندي يا الحبيب، ما في جيش هناك قاعد، وفي مستنفرين، وفي استخبارات، وفي فرقه ثالثه قاعده. في شنو انت مخلوع؟ بقول لك في انتصارات هنا. بقول لكم امبارح مشطوا في النيل الابيض، الجيش دخل النيل الابيض، شفت الفيديوهات وجابتها قناه العدو. لا والله يا اخي يا صرفه، لكن الوضع ده ما الطيران انت داير تزعزع من الناس، مالك انت الجيش؟ ما تنتظر الفرقه الثالثه ما طلعت بيان، الجيش وراك الحصل، ما دس منك وفاتح الاسواق. واحنا في معركه. التشويش الكثير اللي عليك ده حاول صفي ذهنك، اسمع للجيش، اسمع في اعلام القوات المسلحه، تلفزيون السودان، القنوات دي مفتوحه لك انت عشان توصل لك المعلومه. قناه العدو ذاتها المحتفي امبارح في النيل الابيض بالقوات المسلحه جابتها قناه العربيه، قالت انه المواطنين يحتفون برتل من الجيش السوداني، ما قالت القوات المسلحه. امبارح شغالين تمشيط في سنار، وشغالين في الجزيره ومتحرك الفاو، والجيش امبارح متحرك عديل في كل البقاع وفي كل المناطق، في مدرمان وفي بحري وفي كرري وفي الواحه. نزلنا لكم الفيديو بتاع غسان، الفيديو اللي نزلته لكم عامله غسان عبد الماجد، ماشيين معاه الدروع جايين من المدرعات، شغالين في الواحه في حي الدوحه، شغالين في حي الدوحه ماشيين. الفيديو ده فيه حاجه غريبه، هم شغالين تمشيط، غسان ماسك التليفون ربنا يحفظه ويحفظ الرفاق ومعلق كلاشه، والدروع اللي ماشيين معاه ما شايلين كلاش شغالين تمشيط زي. والله انا قاعد احسب معاون البيوت والشوارع. بالمناسبه لما اقول لك حتتحرر وحترجع، انتوا حترجعوا، الموضوع ده منتهي. قاعدين نحسبها شارع شارع وبيت بيت، وجات قوه من المستنفرين سدت الفرقه والدفاعات المتقدمه في حي الدوحه. يعني ما دارين زول يجي يقول لنا والله يا اخي بعد الجيش ما يشتغل اصرفوا ما تنزلوا المستنفرين، نزلوا ولله الحمد والمنه. ما قاعدين تسمعوا الصراخ بتاع القحاته وبكاهم؟ ما شايفين انهم محولين المعركه من الميدان من ال 600 تاتشر والحصار الدعم السريع وجيش الفلول ينسحب الى انه والله جبناكم بالفصل السابع ولو كونتوا دولتكم ودارين تجيبوا فلان ودارين تسووا فلان. ما بقت معركه اعلاميه، ما بقت معركه بتاعت فتنه وزراعه الفتنه. ربنا سبحانه وتعالى كل يوم بيكشفهم قدامكم. الناس ما تضيع الفرص، الحياه ما مضمونه، الزول ما يعرف نفسه بيعيش بيتين وبموت بيتين. مساله المكابره لاخر لحظه من عمرك، ولا الحقائق تكون واضحه قدامك وتقعد تكابر وتنكر. مساله الانكار ده مرض بالمناسبه، ولانه اللي بيقولوا خالد السلك يلمس هوى في نفسك، فانت تراجع نفسك. بالمناسبه خالد السلك بيخدع فيك وبيكذب عليك. الليله مسكوا لنا موضوع جديد، قالوا لنا الحكومه ووزاره الخارجيه تمنع تجديد جوازات قبيله المسيريه والرزيقات. اللي بيقول في الكلام ده منه؟ ديل تقدم وديل اعلام الدعم السريع. طلعوا الليله قالوا انه وزاره الخارجيه تمنع تجديد جوازات قبيله المسيريه والرزيقات. التهمه دي احنا نرد عليها بمنطق وحجه، ولا ممكن نرد عليها ونقول لك يا اخي ما قحاتي قال كده انت ما عارفه كذاب؟ لا، نرد عليها بمنطق وحجه. ما احنا ماشيين معاك، احنا معركه وعي، رغم انه الوعي الان ما محتاجين، انه احنا دارين الثبات والموقف. ان الوعى وعى والما وعى خلاص بعد يعني ما الفات والقطر اشتري قطر. يعني في ناس عندها امكانيه تشتري قطر، اشتري قطر حصلنا.
انا ما كنت اتخيل انه يصلوا المرحله دي يعني. فكل يوم بيورونا انهم في الدرك الاسفل من الوعي وفي الدرك الاسفل من الوطنيه وفي الدرك الاسفل، ويتناقض الكلام بتاعهم مع المنطق والحجه. السلام عليكم ايها القحاته، قطيع تقدم، قطيع الحريه والتغيير. من الليله وليه قدام ما في حاجه اسمها قحط، ما في حاجه اسمها تقدم، في حاجه اسمها الدعم السريع. تتمايز الصفوف والتصنيف طوالي، احنا بنصنف طوالي، صنفونا زي ما دايرين واحنا بنصنفكم. ما في حاجه اسمها موقفي محايد وده حريب عبثيه وانا زاح يدي. وانتوا ما جبتوا جديد في الجيش. الليله انت يا قحاتي وبقيت دعامي يا مواطن سوداني واقف مع قواتك المسلحه، في النص ده ما عندنا. لما نجيب لكم كل يوم في الحقائق الحريه والتغيير تسعى للسلام يا صرفه، وانتوا تسعوا لإسجاء نار الفتنه والحروب الاهليه. ممتاز 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 ممتاز. خالص لك رجل السلام، وخالص لك الخايف على البلد، وخالص لك اللي بيهمه المواطن، ده خالص لك وتقدم. قالوا الحرب دي بين جنرالين الليله نكروها، قالوا الحرب دي عندها جذور. جذور شنو يا خالد اللي انت شايفه واحنا ما شايفينها؟ ادواتك اللي انت بتمتلكها غيرك ما بيمتلكها. شنو؟ في شنو عندك انت بيخليك ترى بنور الله وغيرك لا يرى بنور الله؟ في شنو الذي تستشرفه في مستقبل السودان وغيرك ما بيقدر يستشرفه، ما بيقدر يشوف؟ عندك شنو؟ خالص لك لما قامت الحرب قال احنا ما بنتدخل في هذا حرب جنرالين، قال بلسانه. الليله نكره لانه مشى برلين قاعد مع حمدوك. حمدوك مسك الخط الجديد. حمدوك اول من طلع في خطابه قال خاطبت وهاتفت جنرال البرهان وجنرال حميتي. كلمه جنرال قال حمدوك ما اخترع دي لانه مكتوبه له في الوصفه بتاعت شنو؟ الوصفه بتاعت شنو؟ بتاعت المخابرات الامريكيه، الوصفه بتاعت الموساد، الوصفه بتاعت ابناء الشيطان، الوصفه بتاعت الشيطان، عشان يعفي نفسه من اعترافه بانه البرهان يحمل رتبه عسكريه اسمها فريق اول، فبيقول جنرال تعميم. ما دار يعترف انه هو فريق اول قوات مسلحه. كلمه جنرال بتطلق على اي قائد عسكري، واحنا في المصطلحات العسكريه في السودان ما عندنا مصطلح جنرال، عندنا مصطلح اسمه فريق، عميد، لواء. ده ما مصطلحنا اللي بنستخدمه. اول خطاب بعد 12 دقيقه من المعركه او 11 دقيقه نكون صادقين، حمدوك طلع في خطاب خاطب قال انا خاطبت الجنرالين، سماها حرب الجنرالين. الليله نكروها قالوا حرب عندها جذور من 56. ليه غيروا الكلام حقهم؟ ليه خالد سلك تبنى الخط الجديد؟ انا حوريك تبناه ليه. انا هسه حشرح لك تبناه ليه. بدوا في الاول الخطاب حقهم قالوا يا اخي الحرب دي بين جنرالين، بعد شويه قالوا الحرب دي حرب عبثيه ما عندها معنى وما فيها منتصر. بعد شويه مشي وقعوا مع طرف من الاطراف دعموه لما لقوه منهار. في الاول ما كشفوا عن الكدمول حقهم. شهر 6 5 ما كشفوا، 6 ما كشفوا، 7 ما كشفوا، 8 ما كشفوا، 9 ما كشفوا، 10 ما كشفوا، 11 ما كشفوا، شهر 12 ما كشفوا، يوم شهر 1 2024 كشفوا الكدمول. لقوا انه الحليف حقهم اللي كان بيصارع في الميدان وبيقاتلوا حميتي حيجيبهم بالاطار ويخطهم في القصر الجمهوري ومجلس الوزراء، حميتي مشى ذاته يا الله جابوا لنا حاجه مركبه كده. بيخجلوا انه يقولوا ده حميتي ذاته، خايفين التاريخ يسجل ليهم. بعد شويه قالوا لنا احنا دي الحرب دي حتتحول لحرب اهليه. منو داير في السودان حرب اهليه؟ احنا ما دايرين حرب اهليه. احنا ما قاعدين نميز الصفوف ولا قاعدين نقول اقليم ولا قاعدين نقول قبيله. اي زول سوداني حر شريف ما قاعد يستخدم مصطلح القبيله. هسي ما مسهلات ده ما بايع القوات المسلحه ما شق القبيله بتاعت الرزيقات والمحاميد والمسيريه شقاهم. مسهلات لما اعلن مبايعته له قال شنو؟ قال احنا من الليله واقفين في صف القوات المسلحه السودانيه، احنا مع الجيش، قال احنا كلنا جيش. في نفس القناه دي قناه العربيه اول خبر جابته قبيله المحاميد تعلن ولاءها ووقوفها مع
محمد حمدان ده لقوا حميتي. شايف الفرق بين السودانيين اللي بيكوس الحرب الاهليه منه؟ ايوه موسى هلال قائد، ما جا قال انا واقف مع البرهان، ما قال، ما عندنا زول بيقول الكلمه دي. في عموم السودان ما عندنا زول بيقول الكلمه دي، ما في زول كايس الحرب الاهليه. الكايس الحرب الاهليه حسي منه خالد سيلك، انت كده ظلمته. شبشب الملك العمر ده كله عنصري لحد امبارح، عنصري لحد هسه، عنصري مبني بالعنصريه، بيدعي المواقف والمبادئ. حسي يا دوب يتذكر في السودان في اقليم اسمه دارفور، هو ما بشوفه. طلع قال لنا انتوا كلكم عباره عن جزم، والشعب الاماراتي احسن منكم، يدوسوكم زي البعير، بيقول لنا كده. زمان كان المصطلحات دي لما نستخدمها بيتكلم بالروطانه، هسه بقى كاشف وشه تماما. ده الليله قال لو قبيله الرزيقات منعوهم ومنعوا ابناء قبيله الرزاقات من تجديد الجوازات، قال دي كارثه، احنا حنواجه كارثه في السودان. الكارثه شنو؟ دي من الحرب الاهليه. لو انت وطني حقيقي وصاحب مبدا، بتخمد نار الفتنه، ما بتطلع تقول الكلام ده. بتطلع تقول والله الجوازات استهدفت سياسيين مدنيين، نرفض هذا السلوك. ده مصطلح تقوله كده. خالد سيلك يطلع يقول والله لو الخارجية عملت كده، دي خارجية الحكومة المختطفة من النظام البائد، بدأت تستهدف في مدنيين وناشطين سياسيين، أنا نقبلها. لكن تطلعوا تقولوا الخارجية السودانية تستهدف أبناء الرزيقات، كيف يعني؟ ما فاهم أنا. قالوا ما يجددوا له، ما جددوا له عشان هو ما رزيقي، جددوا له عشان هو تقدم. رفضوا يجددوا له عشان هو قحاتي، رفضوا يجددوا له لانه بيطلع في الاعلام بيقول القوات المسلحه تستهدف المدنيين. ما انا حكومه شرعيه. حسي عدم اعترافك باي موضوع ده انا ما شغال به كثير. انا الحكومه حسي، انا الداخليه وانا الخارجيه وانا مجلس الوزراء وانا السياده. الزول اللي بيطلع بينبذني، الزول اللي بيطلع بيقول لي بيوصفني انه انا مجرم حرب، الزول اللي بيطلع في الاعلام الاوروبي وبتطلع تمشي تقعدوا، انا بقول لك انت ما سوداني، وانت اللي بتعمل فيه بتستهدفي شعبك. اتهمتك بتغويض النظام الدستوري. دي ماده عاديه موجوده. الماده دي عليها ترتيبات. اول حاجه بفتح فيك بلاغ، فتحت بلاغ بطريقه رسميه، مشيت النائب العام فتح فيك بلاغ، طلعت لك نشره قلنا لك سلم روحك خلال اسبوع، انت رفضت. تعال وفق اوضاعك كمواطن سوداني صاحب جواز وصاحب جنسيه، خش السفاره في يوغندا يدق لك تاشيره، وانا ماشي المحكمه، النائب العام طلع لي قائمه رحلوني، انا ماشي المحكمه اشوف في شنو. المهله بتاعتك انتهت، جيت تجدد جوازك قلنا لك اول حاجه محظور من السفر انت، ومحظور جوازك ده ما بنجدد لك. تطلع تقرا اسمك تقول والله عشان انا رزيقي، لا ما عشان انت رزيقي، عشان انت طلعت قلت والله يا اخي القوات المسلحه في سلاح المهندسين ابادت المستنفرين، انت كذبت. انت طلعت قلت والله يا اخي الطيران بتاع الجيش يقصف المدنيين في نيالا، انت كذبت. انت طلعت قلت والله الجيش بتاعنا ده مختطف من النظام البائد، انت كذبت. دايرنا خليك ردة فعلك انت كسياسي وبتتكلم صاحب مبدأ، بتقول لي الحرب دي تقيف لانه الحرب دي حتتحول لحرب اهليه. انا احيي فيك الكلام ده يا خالد سيلك وتقدم، خايفين على السودان. اول زول بيتكلم عن الحرب الاهليه منه؟ محمد عثمان المرغني، ابراهيم المرغني. اول زول بيتكلم عن الحرب الاهليه في السودان منه؟ محمد الفكي اول امس. ما قال الاسلاميين ماشيين يشعلوا الحرب في شرق السودان، طلع مواطن سوداني محسوب على الاجهزه الامنيه، قال كلام في حق قبيله ولا محتاج الرد عليه اصلا، ولا محتاج ولا في زول برود عليه اساسا. فتنه واخمدت وردت عليه الجهات الرسميه، طلعوا بيان في التلفزيون اعتذروا عن الكلام ده واتهموه وتبرؤوا منه، وما بمثلنا، وما محتاج انا اطلع ادافع عن البني عامر، ما سوداني وصاحب حق في البلد دي. ما في زول بيشكك فيه ولا في زول بيطلع انتقصوا زول، ما زي ما انتم بتطلعوا تنتقصوا الشعب السوداني. انتوا مش موظف واحد. طوالي محمد الفكي مسك الموضوع قال الحرب الاهليه حتقوم في شرق السودان. محمد الفكي لو سياسي وصاحب مبدا وتابع للناس اللي رفعوا العلم المؤسسين والحزب الاتحادي، كان بيقول والله يا اخواننا يا اخي نرجو الناس تتماسك، وده كلام لا يمثل الشعب السوداني، وده كلام لا يمثل اي زول غير سيده اللي قاله، والمفروض يتعرض لمحاسبه. محمد الفكي دار اصطاد طوالي، هو اللي بيحذرني بيقول لي انا دار اوقف الحرب دي عشان ما تتحول لحرب اهليه، واول زول بيشعلها محمد الفكي بتصريحه.
اول زول بيشعيل طوالي صلاح مناع، اول زول بيشعيل طوالي شبشب الملك، اول زول بيشعيل السفيه الحمدابي، اول زول بيشعيل رشا عوض، طوالي طلعت رشا عوض. الليله اللي شاع ماسكينها انه والله يا اخي وزاره الخارجيه رفضت تجديد جوازات الرزيقات والمسيريه، ده منو في الخارجيه اللي بيرفض الحاجه دي؟ الرزيقات والمسيريه ما ماسكين الدوله دي، ده منو اللي بيتجاوزهم اصلا؟ قاده القوات المسلحه، قاده الداخليه والشرطه، في مجلس السياده، جهاز الامن والمخابرات، كيف تقول كلام زي ده انت؟ لكن لقى هو بيطلع بالليل في قناه العربيه والجزيره بيقول لنا احنا والله يا اخي خايفين الجيش يسوق البلد دي لحرب اهليه. ما في اي مظاهر حرب اهليه، ما في سوداني رفع كلاش في سوداني، ما عندنا. ما عندنا سوداني رفع كلاش في سوداني، عندنا سوداني رفع كلاش في دعامي. مشيت لبست الكاكي بتاع الدعم السريع ده، احنا ما بنعاين لك انك سوداني، انت دعامي، انت ولا اي حاجه، انت ما عندك لا حقوق لا عندك اي حاجه، تتبلى بس تموت. لونك اصفر، لونك ازرق، لونك اخضر، لونك اسود، تموت بس انت مش لابس الكاكي ده. اي ما في زول بيعاين لك انت جاي من وين، ما سالناك من الحاجه دي. ده من اللي بتطاول على قبائل مؤسس السودان في تاريخه، حاربت وصنعت البلد دي ووضعت حدودها وطردت المستعمر. ده منو اللي بيزايد عليهم اصلا، وده منو اللي بيطلع بيدافع عنهم. دي قبائل، ده السودان اصلا، هم ديل السودان، ديل السودان، ديل بذرة السودان. القبائل الحس انتوا تحاولوا تستهدفوها، نفس الزول ده. اما انا بوريك يا ايها القحاتي الماشي ورا الصعاليك ديل كده بالراحه اهدى. كيف خالد سلك يتبنى خط انه في حرب اهليه في السودان وبيحذرنا منها، ونفسه خالد سلك الليله يطلع يروج للحاجه دي. ما كتب عنها، ما معه تقدم، خلاص كتبوا عنها ناس تقدم. طلع شبشب الملك جايب الصوره من القرار محظور تجديد الجواز بتاع الزول، خط الصوره وكاتب لنا مقال. مقاله بيقول شنو؟ مقاله هنا قال: إذا صح خبر حظر مواطنين سودانيين من حقهم في تجديد جوازات سفرهم لأسباب جهوية وعرقية دون مانع قانوني أو إجرائي، فنحن أمام جريمة بل كارثة حقيقية. شكرا لك. أول حاجة أنت خطيت لروحك مساحة بتاعت خروج، قلت لو ما في مانع قانوني أو إجرائي كيف ترفضوا تجددوا للناس دي لأسباب جهوية؟ معلش، في مانع قانوني وإجرائي. تتذكر القائمة اللي أنت كنت ما معترف بها، أي أطلع النائب العام قبل أسبوعين دي 3 أسابيع دي، أي يلا القائمة دي ده مانع قانوني وإجرائي. يعني في حاجة، أي زول في تقدم ما حنجدد له جوازه، حنجيبك مكرفس بالانتربول. دي ما الخطوة الجاية، أنتم ما قلتوا ما معترفين به. طلع حمدوك قال شنو؟ قال قرارات النائب العام مضحكة. قال وين؟ في فرنسا، والله العظيم قال كده، قال قرارات النائب العام مضحكة. لما بقت حسي جد طلعت طوالي جريد قلت يا أخي دي أسباب جهوية. ما أسباب جهوية، ما أسباب جهوية. أي زول تابع لتقدم جوازه ما حيتجدد، أي زول تابع للدعم السريع واسمه في القوائم بتاعت النائب العام جوازه ما حيتجدد. ما حنجدد جوازك وترجع السودان. كيف ما حترجع بالقائمة الحمراء؟ انت مشي لها من الرجعة. انتوا ما قلنا لكم تعالوا راجعين العوده الطبيعيه؟ قلتوا ما راجعين، قلتوا ما راجعين. اي زول في القائمه دي موضوع رجعتك ده مشي له هم. انت شايل هم لشنو؟ تذاكر وسفر وبتاع؟ لا لا، 70% منكم حيجوا بالبر، والله العظيم زي ما قلت لكم. شفتوا المعبر بتاع مصر ده؟ مش قلت لكم حتيجوا من هناك كداري؟ انتوا قايلين انه هزار. القاعدين في مصر كلكم حتيجوا كداري بالمناسبه، لحد ما تصلوا المعبر بعد ذاك حتتفكوا بكرعينكم. كل مدينه عندها فيكم نصيب. انتوا قايلين انه هزار. ما حس بقى الموضوع ده المعلومه وصلت من الخارجيه للسفارات. اي زول من القائمه دي يا اخواننا ما تجددوا لجوازه. وحيجي كيف؟ ما حتيجي ترحيل. انت الوقت داك ما محتاج جواز. انت الموضوع ده قايله هزار. قال لو ما في مانع اجرائي او قانوني. في مانع اجرائي وقانوني، حس وريناك له. وانت ما قلت ما معترف بالخارجيه وما معترف بحكومه السودان وما معترف بمجلس السياده، شلت جوازك تجدده في السفاره. طيب مالك؟ وقت ما معترف به ما شيل جوازك ده تمشي ساي غصبا عن جابك. انت حتيجي تخوض كراعك دي وحتتشات في رقبتك دي لما تتكيف. ما قلتوا ما معترفين بها واجراءات مضحكه؟ مش ده حمدوك قال لكم كده؟ حمدوك جوازه ما كندي.
حمدوك جوازه كندي لعب بيكم انت ماشي موقع مع التمرد مالك. لكن ده طرفي النزاع شفتها دي بعد شويه الموضوع بيبقى جد. حتكونوا انتوا في مواجهه الدوله والشعب، لا 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 احنا صامدين وانتوا اصلا بتشوهوا. يا بيبي انت حتواجه الشعب كامل. انت الان ما مستعد القوات المسلحه، انت مستعد شعبك ذاته. لا 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 احنا قادرين. الواحد جوازه ينتهي ما قادر يتحرك من اديس ماشي مصر، ما قادر يتحرك جوازه انتهى، بيضطر تمشي السفاره تلقى اسمك قاعد مطلع الاسم ده جهه قانونيه معترف بها، والسفاره ما داق علم معترف بها. السفاره السودانيه في اوغندا اللي ما عجباكم دي ما لو بتقدر تتجاوزها اللي فيها علم دي ما سياده السودان اللي انت ما معترف بها وقلت قرارات مضحكه شايل جوازك حينبو. طالعين يزكوا في نار الفتنه وهم بيدعوا الوطنيه وخوفهم على الشعب السوداني. الموضوع ده ما طلع الا من عندهم. طلعت بعد الكلام بتاعهم والترويج ده طوالي وزاره الخارجيه طلعت بيان. البيان بتاعهم ده هو بيان وزاره الخارجيه. بس نقرا لك البيان بتاع وزاره الخارجيه. تداولت بعض الوسائط الاجتماعية مزاعم مختلفة ومكذوبة. جمهورية السودان، وزارة الخارجية، مكتب الناطق الرسمي، وإدارة الإعلام. تصريح صحفي بيردوا فيه على شبشب الملك بس عشان طلع عمل له فتنة. قامت وزارة الخارجية قالت له أنت بتعمل في فتنة وحرب أهلية. الحرب الأهلية السنة كاملة ما قامت، والحرب الأهلية في 4 سنة فاتت ما قامت، والصراع الأهلي ما قام. والناس تركز معايا وما دار تعليقات برا. ركزوا في الكلام اللي بقول فيه ده، لانه دورك الان انك تصدى للمؤامره دي. دورك الان انكم تشكلوا الترس الوطني. دورك الان تمد يدك الشمال واليمين تمسك اخوك وجارك. دور ده احنا الجهه الرسميه دي ما عندنا معاها شغله. الجهه الشعبيه هي المهمه. تماسك ولحمه الشعب السوداني هي المهمه. لما ما لقوا حرب اهليه لا في شرق لا في وسط لا في شمال لا في دارفور لا في الخرطوم لا في مدرمان لا في بحري، بدوا يزكوا في نار هم. بدوا يألفوا كل يوم، بيألفوا قصه، كل يوم بيألفوا قصه، كل يوم بيصنعوا في الصراع، كل يوم بيزيدوا ويطولوا في امد الحرب. طلع قال شنو؟ بيان الخارجيه قال شنو؟ قال تداولت بعض الوسائط الاجتماعيه مزاعم مختلفه ومكذوبه بثتها دعاية الميليشيا الإرهابية. دعاية الميليشيا الإرهابية اللي هم إعلام قحط. وقلنا قحط والدعم السريع بيقوا واحد، ما في حاجة اسمها تقدم تاني. في حاجة اسمها دعامي. شبشب الملك الدعامي، خالد السلك الدعامي، حمدوك الدعامي. تاني ما تقول لي قحط، ما في قحط، ما في كيان سياسي اسمه قحط. ده اللي لافين كدموا وافصحوا عن الحياة دي. بنعاملهم معاملة التمرد زيهم زي حميدتي، نفس الدرجة نفس العقوبة. حمدوك ده لو دخل المحكمة هنا بتاعت السودان بيحاكم بمواد حميدتي ذاتها. تمرد، خروج ضد الدولة، اسقاط النظام، اسقاط النظام الدستوري، تقويض، محاربة الشعب، الحرابة. كل المواد دي حتتفتح في خالد السلك، في شبشب الملك، في السفيه الحمدابي، في حنان حسن القفل الصفحات دي عامله فيها بتخفي في الدليل. وانت ما مالي الميديا لايفات. نسيتي بلوستك البيضاء الوقفه قدام المرايه، الحنك بتاع قفلت صفحتك ده، ولا زي الحنك اللي عمله كيكل غير قوته من اسم الدعم السريع لقوات درع الشمال. قبل شهرين جيت حكيت لكم، قلت لكم كيكل حيغير الاسم حقها. البيشبي هناك حيمسك سنار، وكيكل حيمسك الجزيره، وحيخلوا مسؤوليتهم من الدعم السريع. تموت الجرائم باسم العمل. الشركه لما تفلس بغير اسم العمل. شرحت لكم قصه اسامه داوود، تغير اسم العمل من شركه دال يسميها شركه با، لانه عليها ديون، عليها مسائل قانونيه، عليها جرائم، فيقوم يغير لشركه با بدل من كان اسمها دال. زي الدعم السريع، كيكل ده ما دعامي، لابس كاك الدعم السريع. لما بقت في جرائم واباده في الجزيره وفي محاسبات وفي محاكمات، شال قال انا ما بعرف الدعم السريع، انا اسمي درع الشمال. درع الشمال طلع بيان نكره. زي الحريه والتغيير، كان اسمها الحريه والتغيير، بعد شويه غيرتها لتقدم عشان يسقطوا كل الالزامات الثوريه، دماء الشهداء، المحاسبات، قيادته للثوره، تضييعه لحق الشعب السوداني. قال لك احنا كيان جديد ما بنعرفكم، ولا اتفقنا معاكم ولا شفناكم ولا في فض اعتصام ولا بنعرف حاجه. التغييرات اللي بتحصل دي تمام.
فالليله هم اسمهم الدعم السريع. قال لك إعلام الميليشيا الإرهابية بأن بعثة السجل المدني والجوازات بسفارة السودان في كمبالا رفضت بدء إجراءات استخراج جواز سفر لمجموعة من الشباب السودانيين لأصولهم القبلية التي وصفها مؤلفو هذه الرواية الكاذبة بأنها حواضن اجتماعية للدعم السريع. تنفي وزارة الخارجية حدوث واقعة كهذه جملة وتفصيلا، وتشير للحقائق الآتية: تتم إجراءات استخراج الجواز فرديا وإلكترونيا، ولا مجال لمعاملة جماعية تستند على قبيلة طالبي المعاملة كما ذكرت الرواية المختلفة. شبشب الملك قال المجموعة بتاعت الشباب ديل دخلوا السفارة يجددوا لهم، قال لهم كلكم انتم من قبيلة الرزيقات أو المسيرية ما حنجدد لكم. وزارة الخارجية قالت الإجراء بتاع الجواز ما بتم كده، بيجي الزول داخل براو. الروايه حقت شبشب الملك قالوا لك هم بيجوا داخلين مجموعه السودان ده كله مش عمل جوازات. حصل مره دخلتوا مجموعه لمكتب الضابط بتتصوروا مجموعه، بيسالوكم كلكم من اسماءكم وبياناتكم مجموعه، لما بتخش المكتب بتقفل الباب ويكون عندك مواعيد مختلفه من غيرك وغيرك وغيرك، شهر كامل ما تلقى مواعيد. صدفت قالوا لا مشوا قبيله بس تحديدا ناس الرزيقات، خشوا كده المكتب قال له لا ما بنجدد لكم لانكم انتم الحاضنه الاجتماعيه للدعم السريع. شايف التزييف؟ لا، الناس المكتوبين جوازاتهم محظوره، والصوره المنزله شبشب الملك فيها توقيع الضابط مكتوب حظر بقرار وزاري رقم 54 سنه 2024. ممكن تشوف القرار الوزاري رقم 54 ولا ما ممكن؟ بدل تالف قصتك دي، الزول مكتوب له حظر وسبب الحظر قرار وزاري رقم 54. ممكن تمشي تشوف القرار رقم 54 الصادر سنه 2024 ده مكتوب فيه شنو؟ ده سبب الحظر مكتوب فيه. شرح عليك وانتهى الموضوع، رغم انه هو جايبه لكن لازم يالف القصه. لازم يسعوا في الفتنه القبليه ولازم يسعوا في الحرب الاهليه، ما بيرتاحوا. خارجيه طلعت البيان ده ونفت الواقع. طيب الخط الجديد اللي ماشيين فيه هو القحاته والدعامه شنو؟ صناعه الحرب الاهليه. قام اخونا خالد بن سلك عليه من الله ما يستحق، صحة كده كتب له مقال من 3 صفحات. هو ملك كتابة السطور الطويلة والحشو الكثير، بيكون عنده فيه رسائل. كل الناس اللي قروه صحفيين إعلاميين ما طلعوا منه بحاجة غير السطر الأول أو السطر الثاني. أنا ما بقدر أقرأ الكلام ده كله، لكن أنا حوريك الفكرة والخط الجديد الشغالين فيه. قال شنو؟ قال ينشط بعض أبواق الحرب في الترويج لفرضيات ساذجة مفادها أن هذه الحرب ما هي إلا صراع جنرالين وحسب، أو مقامرة غائد ميليشيا مجنون قرر ذات صباح أن يحرق كامل البلاد بعون خارجي وبس. سردية مبسطة موغلة في السطحية تفترض أن السودان قد ولد في 15 أبريل الماضي، وأن ما سبق ذلك كأنه لم يكن ولا علاقة له بحريق البلاد الشامل الذي يحدث الآن. عامل علامتين تعجب. قال شوف خالد السلك، اللغة الاستعلائية، اللغة اللي بتوحي بالإفلاس، اللغة اللي بتوحي إنه خالد السلك وصل حده واستسلم وانتهى. اللغة دي مختصر المقال قال له كلمة تانية، قال كلمة تانية دي مهمة. قال لن تتوقف الحرب بالتبسيطات، وإن كانت بدأت ظاهريا كصراع مسلح بين القوات المسلحة والدعم السريع، فإنه من قصر النظر أن نغفل اليوم عن طبيعتها المتغيرة بصورة دراماتيكية. كيف تصاعدت خطابات الكراهية وخلقت توتر بين مجتمعات لا بين جنرالين فحسب. كيف تصاعدت إرادة استعادة النظام القديم وقبر الثورة مرة وإلى الأبد. كيف صار السودان ساحة لصراع إقليمي ودولي فتاك يستغل تمزيغ السودانيين لبلادهم بأيديهم. قال سيخلو وجه السودان لمشعلي الحرب ليقيموا نموذجهم البائس بقوة الحديد والنار. هنا خالد السلك أعلن استسلامه جنع. قال سيخلو وجه السودان لمشعلي الحرب، قال سيخلو وجه السودان لمشعلي الحرب. الليلة خالد السلك اعترف إنه الحرية والتغيير انتهت وأحزابنا الخونة انتهوا وإنه تاني ما عنده أي حاجة يعملها في البلد. جنع قال سيخلو وجه السودان. عرف إنه هو لبس الحيطة، وعرف إنه هو استهدافه ما من القوات المسلحة والشعب السوداني والنائب العام، استهدافه حيكون من الدعم السريع. زي ما شيخ اللمين لما نحسي حارسينه
وهو إذا كان جياشي بتقعد في مقر الجيش لشنو طيب؟ ما تقعد في بيتك، أنت مش من الأول كنت جياشي، طيب قاعد في مقرات الاستخبارات ليه؟ لأنه حارسينه من الدعم السريع، هو محروس من الدعم السريع. كان معاهم دعامي لف كدمول مشي هناك 4 ساعات فتاهم، فبقى المستهدف من منه؟ من الدعم، عشان كده الجيش حارسه. ولو اساسا جياشي معلن موقفه من الاول ما بيمشي بيتدس في مقر الاستخبارات كل اسبوع يمشي يتدس هناك. يعني والله قاعدين كده طيبين وما عارف مسيديه هنا. هسي لما لونه فتح بقى يفتش في سلوك الكهرباء ويجيب لي كهرباء ويجيب لي مويه وما عارف شنو بتاع. خالد سيف حس الليله دي الرجف قال لك سيخلو وجه السودان لمشعلي الحرب. ما داير يمشي ساي، هو ماشي وقافل الباب داير ينبز يا عوالي قارمهم، وقفل باب القاعه وطلع. داير يقول انه هو اي قنع من السودان والسودان قنع منه، لكن دي اللي مشعلي الحرب. منو الاشعال الحرب؟ ما بسميها طبعا، ما عارف انه الصوات اللي حيسوي فيها دي ما عندها قيمه. طيب بدا كلامه قال المقال شنو؟ قال شوف اللغه الاستعلائيه حقت خالد سلك اللي بتوريك انه هو خالد سلك لما نتكلم بلغه زي دي نجي نقول له خالد كتابك في علم النفس السياسي اللي كتبته سنه 2001 وينه؟ ما طلع كاتب كتاب، الوقت ده كان برلون في جامعه الخرطوم، وقت داك لسه هم كوادر المؤتمر السوداني اللي هم جهاز الامن والمخابرات، لما صلاح قوش سلمون اتحاد جامعه الخرطوم قلب النظام ذاته. فازوا بالدوره دي محمد الفكي والتعايشي وخالد سلك، والله العظيم ادى لهم صلاح قوش. خالد سلك طيب انت بتتكلم باللغه الاستعلائيه دي، بتقول دي سطحيه وايغال في الجهل ودي سذاجه. لما انت توصف شعبك بسذاجه ومصطلحات زي دي، نقول انك مثلت السودان في اي وظيفه مدنيه قبل كده وتدرجت في الوظائف. اول وظيفه تدقها في الدوله دي غير انه جمال الوالي كان خالك، مسكت وزير مجلس شؤون الوزراء او وزير الحكم الاتحادي. كنت الرجل الثاني بعد حمدوك نائب رئيس مجلس الوزراء. كنت ادوك ورق قالوا لك غرر، بقيت ما عارف تغرر في شنو، فرتكتها شالوها منك قلعوها منك، ما زول جاهل ما عندك كفاءة. خالد سلك في الادب والسياسه وفي تاريخ الانساب والاحساب، تاريخ السودان. خالد سلك كتب كتب كثيره جدا وعظيمه، عشان كده كان موغل في العمق. يتكلم لنا عن طبقات السودان. انا هعمل لكم كتاب اسمه كتاب طبقات وتصرفه، زي كتاب وطبقات وضيف الله، حيكون فيه تعريف عن الجزم ديل. والله العظيم ما في زول يسرقوا الفكره دي. بكره صباح يلقاها قاعده عملتوها اب كمان، اسمه كتاب طبقات وتصرفه، زي كتاب طبقات وضيف الله. حجيب فيه خالد سلك ده والتعريف والنبذه عنه. لما نحس دي الاستاذه لينا كتبت مقاله الليله قالت حملات التخوين خوانك من انت مسكت وزير ممثل الخارجيه بتاعنا سفهتيه وقلت له ما دبلوماسي، يجوا الواحد يردوا له والكلام اللي كتبه يتخلع يقول لك انا خونوك. كيف انت بتقولي حكومتنا جاهله ساي ووزيرنا بتاع الاعلام ما اخطر المؤسسات، ورسلت زميلك المصور شال الورقه اداه لي سفير بدرجه وزير دوله وزير اتحادي، وقف قدامه قال لك امشي اشتغل. انت نبستي ديل كلهم. لما تجي في السي في حقها بدت حياتها هي قايره اداب ولا اعلام، وبدت حياتها مترجمه، طالعه امبارح تحاسب في 3 مؤسسات وتعتذر لاوكرانيا وتتقمص دور وزير الخارجيه باسم الدوله. احنا لو اخطانا في حق اوكرانيا ما بتعتذري انت، بيطلع بيصدر بيان من زول موظف قاعدين ندفع له قروش اسمه وزير الخارجيه. عندنا سفير اوكراني وعندنا سفير سفير سوداني في اوكرانيا، ده اللي بيعتذر. يرد عليك تقول في حملات تخوين. ما في حملات يا حبيبي، ما في حملات. وانت ما داير لك حملات ولا داير مقال كتبتيه وردينا عليك قلنا لك جيبي لنا الورقه اللي وقفوكم بها. ما تكتبي لي مقالك ده، انا ما داير انشا. انت وقفوك ليه؟ قلت لاسباب سياسيه. مبارك ردول قال شنو؟ ايقاف قناه العربيه والحدث من الاول شنو؟ خطا. قلت لك وقفوك لانك انت ما دفعت القروش، ودي كارثه جديده ظهرت، واحنا حسي حتتبلى وزاره الخارجيه والاعلام. احنا الشعب السوداني حنبين لهم، المفروض يوقفوكم سياسيا. اعترفت انك عندك اخطاء ما كبيره ترقى لمستوى الايقاف. خدت لنا الورقه اللي وقفوك بيها مكتوب فيها شنو؟ ابيت تخطيها، طلعت كتبت لنا مقال مع مواعيد اللايف بتاعي، عارفه انه انا حاجه اقراه
ما حقراه تاني يا لينا، ما حقرا لك تاني، خلاص موضوعك انتهى. الناس عرفوا وردوا لك في صفحتك وروك. مؤهلاتك شنو انت عشان تحاسب الدولة دي؟ والله يا اخي بدت مترجمة وعندها ليسانس آداب. في حاجة اسمها ليسانس وفي حاجة اسمها جنس. جنس آداب ده الناس اللي بيقروا في الكافتيريا برا جنب العربات والباركن. شفاته وتحية للسماسرة، سماسرة في الدلالة وجورجي في الطرابيزة. وفي ناس ماخده ليسانس ادب، حضرتها ماخده ليسانس ادب وامبارح تقمصت الدور ده كله وبعدين كاتبه لنا يا لهوي. ايش هذه اللغه؟ احنا لو عملنا سكرين حسي ورسلناه للمالك بتاع قناه العربيه بيرضى؟ انه مديرة قناه العربيه في السودان بتكتب يا لهوي والتعجب وتكتب واو. انت في جروب الحله بتتكلم عن 3 وزراء ومجلس سياده تكتب لنا واو، مدخله فيها اوكرانيا ومدخله فيها الحكومه المصريه ومدخله فيها المالك بتاع قناه العربيه الامارات والسعوديه. امس بيصلح فينا بقول لنا قناه العربيه السعوديه. لا انت ما عارف، انا بشرح لك هسه. مؤهلاتك شنو؟ خالد سلك مؤهلاته شنو لما يقول كلام زي ده؟ انه الناس اللي بيقولوا الحاجه دي مغيلين في السذاجه. القال ابنه اول من قال انها حرب جنرالين، القال الموضوع ده البرهان طلع لأول يوم يتكلم شنو؟ إنه دي حرب تستهدف السودان والأمة السودانية وحرب مستهدفة القوات المسلحة، عرفها كده. وقال البلد دي مشكلتها الميليشيات والحركات المسلحة، الموضوع ده لازم يتحسم. وتاني ما في حركة مسلحة، ما في ميليشيا، كل الناس اللي لابسة كاكي ديل سودانيين جوا الجيش. حميتي لما طلع عرفها قال شنو؟ قال البرهان ما داري الدين الديمقراطية، حنقلعها منه. وقال كنت في اجتماع معي حمدوك وناس الحريه والتغيير، وانت يا خالد سلك ما ماضي في الاطار مع حميتي، انت الموضوع ده ما تنكره، انت ما ماضي مع حميتي في اديس ابابا، انت ماضي الاطار ذاتك معه. مؤتمر السوداني ما شلت توقيعك من الاطار، فالبقى على الدعم السريع بقى عليك. حميتي عرف الموضوع ده عنده مشكله مع البرهان، قال انا حقبض اوديه السجن، قال حقبض الكلب ده اوديه السجن، قال للمذيعه كده، قال لا حقبض الكلب ده وديه السجن وحنجي بالديمقراطيه والاطاري. انت الوقت داك ما تكلمت. لما تيجي تقول كلمه زي دي انت ما قدرها. مؤهلاتك والياتك قال ينشط بعض ابواق الحرب في الترويج لفرضيات ساذجه مفادها ان هذه الحرب ما هي الا صراع جنرالين. احنا واصفنا انه احنا ابواق الحرب صح؟ انا يوم واحد ما قلت صراع جنرالين، الكلمه دي ما قاعد اقولها، وفي حاجه فيها الرد ذاته ما بقدر اقولها. ما بقدر اقول جنرالين، دي صعب علي ما بستخدمها. وما قلت صراع بين البرهان وحميتي، ودي ما صراع القوات المسلحه السودانيه ما البرهان، دي اسمه الشعب السوداني ضد المرتزقه والاجانب واحزاب الخيانه. وانت ما قلنا صراع جنرالين ابدا، ما استهونا بها. ابواق الحرب دي منو اللي ينشطوا للفرضيه الساذجه دي؟ ما في زول قاعد يقول الكلام ده حسي، ولا اوروبا ولا امريكا ولا برلين ولا السعوديه ولا ما في زول قال دي حرب جنرالين يا خالد سلك. ينشط قال الايام دي شكله خالد سلك دوبه فك من السطله سطاله له ياسر عرمان. داك ما شفز ادالك واحده جنوبيه ملفوفه لفه صح يا صاحبي، ربطت مع الشفت ده 10 شهور، سيجاره جنوبيه ملفوفه كده مبرومه رابطه معاه 10 شهور دوبه صحه. قام قال يا اخي ينشط ينشط، هو صوته كيف؟ ينشط بعض ابواق الحرب في الترويج لفرضيات ساذجه مفادها ان هذه الحرب ما هي الا صراع جنرالين وحسب، او مغامره قائد ميليشيا مجنون قرر بذات صباح ان يحرق كامل البلاد بعون خارجي وبس. ومعاه تعجب يعني وانت قصدك حميتي مجنون؟ انت اخذتك الهاشميه شكلك كده لف لك تاني سجاره. انت قصدك حميتي مجنون نبسته في النص كده؟ قام قال وبس، يعني وبس دي شنو؟ يعني هي صراع جنرالين ومعاهم قائد ميليشيا مجنون عملتها بس وانت قال حميتي غبي؟ يعني انت لبسته كده في نص الكلام ما بيفهم؟ عنده مستشار الفرصه وعنده بتاع جهاز الامن ده الشريف ده ما بيقرا كلامك.
انت ما لبسته حسي. طيب قال ينشط بعد ابواق الحرب. انا داير اوريك اللي قال كلمه جنرالين دي منه، دي لسيادك، لكن انت لانك حمار ما عارف الحاصل. تاني بعلمكم. اول من اطلق مصطلح حرب جنرالين منه، تعال نقرا معاك. تعال يا خالد السريج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. خد يا خالد تعال. تعال يا حبيبنا يا خالد. سياسة السودان، الأسبوع الأول من حرب الجنرالين، المجلة. الأحداث الرئيسية خلال الصراع الدائر منذ 15 أبريل نيسان. دخان في سماء الخرطوم قرب مستشفى الدوحة الدولي يوم الجمعة 21 أبريل 2023. بتعرف جريدة المجلة؟ بتعرفها؟ شايف العنوان حقهم قالوا شنو اليوم ذاك؟ في أول 3 يوم من المعركة سموها، قال السودان الأسبوع الأول من حرب الجنرالين. الأحداث الرئيسية خلال الصراع الدائر منذ 15 أبريل. المقال ده اتكتب آخر تحديث قال لك 22 أبريل 2023، واتكتب يوم الجمعة 21 أبريل 2023. دي جريدة المجلة. قال لك كيف بدأ القتال؟ بدأ القتال بين حرب كلامية في الأسابيع الأخيرة بين جنرالين في السودان. دي مجلة المجلة. طيب الشرق الأوسط 25/12/2023، حرب السودان فظائع صراع جنرالين. دارت انبذ الشرق الاوسط، جايبينها وين؟ في الدي دبليو، دي وكالة الانباء البريطانية. دوتش شنو كده ما عارف؟ دوتش فيلا ولا شنو؟ إسراء عبد المطلب 25 أبريل. بعد سلسلة من المكاسب المبكرة التي حققتها قوات الدعم السريع، يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود. 25 أبريل 2024. مجلة العربي وجريدة العربي بتاعت عزمي طوان بشارة، بتاع مركز الدراسات الاستراتيجية في قطر الدوحة، الأستاذ والمربي والمعلم كاهنك انت ذاته. انت مشيت قطر زيارتك، مشيت لشنو؟ لما مشيت قطر قبل الحرب دي، وانا قلت لكم دي مؤشرات الحرب والبروفة. مشيت اخذت التوجيهات، مشيت وين؟ لما مشيت المركز بتاع الدراسات الاستراتيجية ده بتاع عزمي طوان بشارة اليهودي، استاذك انت واستاذ ياسر عرمان عنده حاجة اسمها مجلة وجريدة وقناة العربي اللي بتضرب الثورات والتغيير، اللي بخط لكم فيها الود السمري اللطيف ده اللي بيقعد يضحككم وبتاع وشنو. ما كله ده قال شنو؟ سماها شنو؟ سماها شنو؟ دار تشكك في مجلة العربي وجريدة العربي وقناة العربي. قال لك النزاع بين جنرالين قد يقود السودان لحرب أهلية وتدخل أجنبي. 23 أبريل 2023 مجهزين ترتيبات سميتوها حرب جنرالين، بعدين حرب أهلية، بعدين تدخل أجنبي. بعد أسبوع واحد من المعركة. ده عزم طوان بشارة سماها كده. ما تطلع وينشط الآن عامل لنا فيها دوبك صحيت وفاهم حاجة. انت حمار ولا شنو؟ كلمة جنرالين دي ما في زول قارة غيركم انتوا ديل وأسيادك. بتشكك في عزم طوان. قال لك ووفق جريدة مانشنال تايمز شارك فيها عدد من مراسليها، تحول التنافس بين الرجلين إلى حرب مفتوحة في وقت بات الكثيرون يخشون فيه من انزلاق البلاد نحو حرب أهلية. دار تتكلم عن الماينانشال تايمز بريطانيا.
الغحاتية هالة ده خلوها عليكم الله، خلوها لي. وناس لا للحرب وبتاع بيضللوا فيكم وبيزعجوا فيكم. الكلام اللي انا بقول فيه ده خطير افهموه. ما هو قال يا اخي المصطلح ده، خالد السلك قال المصطلح ده بينشطوا فيه الناس حسي انها حرب جنرالين، دار يصوروها للناس انها حرب بين البرهان وحميتي، وهي ما كده، هي اعمق من كده. دار اوريه انه المصطلح ده انتوا هو اسياد، وانتوا اللي قلتوه. في البي بي سي قال لك حرب السودان بعد عام من القتال هل من حل في الافق؟ السودان بين فكي جنرالين قاتلين وخذلان المجتمع الدولي. فاطمة بدري صحفية تونسية يوم 7/8/2023. عرب جورنال. السودان الحرب بين جنرالين تحولت إلى حرب أهلية. عبد الإله مطهر قال موقع مهد الوادي المتصدع البريطاني أن الحرب المستمرة في السودان بين الجنرالين وقوات المسلحة وقوات الدعم السريع. الشرق الأوسط. انتقادات أمريكية لحرب الجنرالين ومخاوف من سيناريو ليبيا وسوريا في السودان. الجزيرة. الخرطوم. أكد المفكر السوداني ورئيس مركز دراسات السلام في جامعة الخرطوم السابق الدكتور محمد محجوب هارون أن السبب الرئيسي للقتال الجاري في البلاد حاليا بين الجيش وقوات الدعم السريع هو ضعف البناء القيادي في الدولة. وأعرب هارون عن اعتقاده بأن حقبة جديدة من السياسة الوطنية ستشكل في السودان، معبرا عن أمله في أن تكون الاتجاه الصائب وتستند إلى توافق وطني عريض. قال الحرب السبب الأساسي بين الجيش وقوات الدعم هو ضعف البناء القيادي في الدولة. إغلاق بعثة يونميتس. حرب الجنرالين. يخشى رئيس بعثة الأمم المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونميتس من أن يكون الخلاف بين جنرالين يقترب كثيرا من حرب أهلية واسعة. المصطلح ده حقكم انتوا، فلما تطلع حسي تعمل لنا فيها انك فاهم وواعي وتخدع في الناس من سنة كاملة. انتوا اصحاب المصطلح. هنا عندك في الواشنطن قال لك القتال في السودان يهدد جهود السلام مع اسرائيل. حرب الجنرالين. الفيديو ده تمشي تفتش وحسي. حرب الجنرالين في السودان ماذا وراء ظهور حميتي. النزاع في السودان. منظمة العفو الدولية. حرب جنرالين في السودان. عام على الحرب. حرب جنرالين في السودان. قال لك اشتعل في الحرب مدينة استمات جنرالات السودان للوصول إليها. وخالد السلك الليلة بكل هدوء بيطلع بيكتب لنا مقال من 26 صفحة بيبداه بيقول ينشط بعض أبواق الحرب في الترويج لفرضيات ساذجة مفادها أن هذه الحرب ما هي إلا صراع جنرالين. العالم كله كان سايق في الخط إنه الحرب دي صراع جنرالين. ليه كانوا سايقين هنا؟ عشان يحيدوا الشعب السوداني. دايرين الشعب السوداني يقف مع الحرية والتغيير، وإنه إحنا المدنيين ما عندنا علاقة. الصراع ده كان بين البرهان وحميتي وحينتهي بقتل واحد فيهم والموضوع انتهى. لما الموضوع كبر بقت من حرب جنرالين بقى الموضوع هي حرب بتاعت إرهاب. ساقوا في الموضوع ده من شهر 7/2023. مشوا القناة الإسرائيلية الأولى وصفوا المساجد ووصفوا معسكرات الاستنفار بأنها بترفع العلم الأسود بتاع داعش. لقوا الموضوع ضارب، جو راجعين تاني قالوا يا أخي جذور الأزمة. تصريحات حمدوك في فرنسا انه الموضوع ده اكبر من حرب جنرالين، وانه الموضوع ده ازمه لها 56 سنه، وانها دي مظالم تاريخيه، وانه الموضوع ده فيه عمق انتم ما شايفينه. زي ما طلع خالد السلك المؤهلات وامكانياته وكفاءته وشهاداته في الحياه دي كلها. بكالوريا شال في 12 سنه من جامعه الخرطوم. دفعته انجزوا في الحياه وانجبوا ويتوفوا. البيوت اللي بنوها دفعته حس كلها اتكسرت في عمارة وفي ميكانيكا وفي هندسة وفي مدنية وفي طرق وفي جسور. الجسر دفعته بنوا الجسر بتاع شمبات ده حسي وبتاع جبل أوليا، كوبري جبل أوليا اتكسر. هو لسه للآن ما عارف الشارع بيعملوه كيف.
طلع من هناك عامل فيها معارض، دخلوا سجن صنفرة سياسية اسبوعين ثلاثة، مشى بريطانيا، جا راجع بالمطار، اول من جا داخل قال لقي اسمه محظور، صور لنا فيديو انه الولد انتصر، جا القيادة العامة قال شنو؟ قال قاطر الدم، لن نترك قاطر الدم، والتأشيرات دي قاعدة هنا، احنا ما بنمضي اتفاق. بعد شوية لقيناه لابس البدلة قاعد مع حمدو يقرر في امر الدولة. هسه طلع وصفنا كلنا كده، قال الناس الواقفة مع الحرب دي قالوا يا اخي دي حرب جنرالين والموضوع ده اكبر من كده. اكبر من كده كيف يعني؟ دارين يجدوا مبرر للقبيلة طلعت قالت اسم حميتي. البدعوا للحرب الاهليه منو؟ اي زول ساند حميتي بيطلع بيقولها، عديل في قبائل بتطلع تقولها، فهم دارين يغطوا عليها انه الموضوع ده عام، انه الموضوع ده عنده جذور تاريخيه. جذور تاريخيه انت قصدك الشعب السوداني ده الحراميه، ولنفترض انه في زول ظلم زول، بتمشي تسرق بيته، تسرق عربيته، تسرق مرته وتغتصبها، هل ده العلاج؟ هل ده العلاج؟ انت بتبرر للقتله وبتبرر للمجرمين. بيحاول الان يدي الموضوع ابعاد انه الموضوع ده فيه اعماق تاريخيه كبيره. خلاص الموضوع ده حله في الميدان ده. ما انت ما ممكن تقعد تصالح وتعمل سلام مع المجرم والمغتصب وانت عارف سلوكه واخلاقه. الموضوع ده هيستمر كده ليوم الدين. فالموضوع ده حسي حله في الميدان، الجيش ده ينتصر، القصه دي انتهت بس خلاص. مع موت اخر قحاتي قبال اول دعامي، واحنا باذن الله حنشنق اخر دعامي بامعاء اخر قحاتي في السودان. والقاعدين برا حتجيبكم الانتربول، والكلام اللي انت بتقول فيه ده ما ده يسكافي روح المعركه ويسكافي روح الحرب، وتجد مبررات. دايرين يبرروا للمجموعات القبليه الساندة الدعم السريع، وقعت معه علنا وقالت اسم حميتي انه الحادي عامه، ما عامه. بيسمع انه في مجموعه بتستهدف قبائل بالاسم، بيقول لهم نحن جايين نغتصب نسوانكم ونقتل اولادكم ونخطهم تحت التاتشر في عبره. ما سمعت الفيديو انت؟ بيقولوا لقبيله معينه اولادكم ديل اطفالكم لو لقينا المره دي شايله الرضيع بنخطه تحت التاتشر، وبيبدوا يسبوا لك من 56. وهو 56 دي لا عارفه ميلادي لا هجري. فيها شنو؟ بيتكلم عن شنو؟ بس 56 ما في واحد فين شرح 56 دي فيها شنو؟ هسه المظالم التاريخيه من 56 هي شنو؟ ما فاهم انا يعني 56 دي فيها شنو؟ اللي حصل شنو في 56 خلى انه الشعب السوداني يكون في جذور ازمه من 56؟ في شنو حصل يعني؟ ما تيجي تشرحها انت تقول لنا البعاين للموضوع ده بدون عمق وسطحيه ودي سذاجه. اوكي انت ما ساذج ولا ما عندك سطحيه، كاتب لنا مليون صفحه في 56 حصل فيها شنو؟ اللي بيخليك حسي تطلع تتكلم عن 56 شنو؟ مؤهلاتك التاريخيه شنو؟ انت قريتها في التاريخ، شهاداتك وكفاتك ومؤلفاتك في علم التاريخ وعلم الانسانيه وعلم القبائل وانسابهم في السودان شنو؟ اللي بيخليك تعرف انه من 56 في جذور ازمه. القصه دي يمكن تكون مؤلفه. الدليل على انك انت ممكن تقبل اي تاليف انك منتمي لحزب المؤتمر السوداني، ما انتميت لحزب الامه ولا انتميت للحركه الاسلاميه ولا انتميت لحزب الاتحادي، انتميت لحزب المؤتمر السوداني. يبقى في اجنده في المؤتمر السوداني ما هي نفس الاجنده الموجوده في حزب الامه، معناه انت صدقت الكلام المكتوب عند المؤتمر السوداني وكذبت الكلام اللي عند الحزب الامه. انت ما محايد، ما بتكتب تاريخ. كتابه التاريخ هسه احنا بنعتمد على المستشرقين. ليه؟ عارف؟ لما نجي اقول لك يا اخي والله الكتاب ده من المستشرق البريطاني كتب عن الحمله العثمانيه وفي خروج عن الحجاز، وما اسمع القصه دي من واحد مؤلف الماغوط مثلا او اي كاتب تاريخ سوداني مثلا، ليه بسمع من المستشرق؟ واحده من القواعد التاريخيه المعروفه في كتابه التاريخ انه المنتصر هو اللي بيكتب التاريخ. فهسه احنا روايتنا لمعركة كرري ما هي رواية بريطانيا وغردون، ما هم برضه هناك حيكونوا غنوا لغردون. بالمناسبة عاملين له تمثال. غردون ده لما اتقتل في السودان هناك في بريطانيا قاموا الدنيا وما قعدوها، لدرجة انه الهند اهدتنا جسور، كان ماسح بالهند مليار و300 غارة ماسح بينا الواطة. لما جانا هنا احتلانا احنا الهنود شايفيننا ابطال، وعشان كده علاقاتنا التاريخية ام درمان القديمه دي مش فيها محلات وفيها علاقات هنديه وقديمه. انت عارف الموضوع ده ليه ولا ما عارفه؟ لانه المنتصر بيكتب الروايه بتاعت التاريخ مختلفه. هل انت هتيجي تقول الحصل في 25 اكتوبر 2021 هو اجراءات تصحيحيه؟ انت مسميه انقلاب. خش للبرهان قول له الحصل في يوم 25 اكتوبر شنو؟ هيقول لك اجراءات تصحيحيه.
المنتصر بيكتب التاريخ. فعشان كده اعتماد الروايه بتاعت التاريخ والحاجه الحاصله بتعتمد على زول يكون محايد من برا. لما نجي نقرا التاريخ العالمي بنقراه باللغه اللاتينيه. لماذا نقراه باللغه اللاتينيه؟ واي زول بيشيل بعد ذاك بيترجم بطريقته، واللغه دي بتتحمل ما مضبوطه، دي لغه ما مضبوطه. اي زول بيالف والله. حتى في الاديان هو الخلاف بتاع الاديان، لانه اي زول بيالف القصه، هو مكتوبه لحاجه معينه، قالوا فلان ده كتلوا ديل، لا قالوا احنا ما كتلناه. الازمه التاريخيه دي بيرويها لنا وليد ماديبو. وليد ماديبو بيتكلم عن انه والله في ازمه تاريخيه واحنا القبيله بتاعتنا مستهدفه، وكانه نسى انه ابوه كان في دوله 56 وزير دفاع. ابو وليد ماديبو اللي بيتكلم عن ازمه تاريخيه ده الليله روى لنا الروايه في قناه الجزيره بصوره مختلفه، انه والله حصلت له ظلم. كيف انت زول منعم كده؟ انت شفت الهامش ده وين؟ شكل وليد ماديبو لا يتناسب مع الروايه اللي بيتكلمها. انت متعلم في احسن كتب وصاحب علم متفرد بتتكلم عن الحوكمه، ما في زول فاهمها غيرك في الكوكب لانها ما عندها لزوم. قال الحوكمه، شنو هي الحوكمه؟ مصطلح يعني شنو حوكمه؟ من حكم يحكم حوكمه، دي شنو؟ مصطلح جديد الف فيه كتاب لانه ما معوز المنافس بيقراو براو، ولما نيجي ياخذ فيه درجه دكتوراه الا يناقش روحه براو. نشرح لك تاني. الروايه اللي انت مستندها في 56 دي ده منو المصححها اصلا؟ في الواقع انا بشوف حتات مهمشه في السودان اكتر من الزول صاحب الروايه دي ذاته. ولما انت مسكت السلطه حليت الازمه دي كيف؟ كده وريني هسي لما انت كنت في السلطه يا خالد. الخطوات اللي بديتها عشان تحل بها ازمه 56 والجذور التاريخيه العميقه. تفضل قول لي. عملنا اتفاقيه بتاع السلام في جوبا، حلينا ازمه تاريخيه في دارفور بس. الهامش في دارفور بس، غرب كردفان ما فيها، شمال كردفان ما فيها، الجزيره فداسي ما فيها، نهر النيل ما فيها، بورسودان، الهدندة والبجلة، بني عامر، الحدود، الزغاوة، المساليد ما فيها هامش. عشان انت وقعت اتفاقية مع مناوي وجبريل ومشيت في جوبا، ما وقعت مع عبد الواحد ليه؟ ليه ما حليت مشكلة عبد الواحد التاريخية؟ بعد ما حليت الموضوع، حليتها مع منو؟ حليناه مع جبريل وحليناه مع مناوي ودخلناهم القصر. مناوي اديناه حاكم اقليم دارفور، حلينا المشكله مع مناوي، وحلينا المشكله مع جبريل اديناه الثروه والسلطه، مسكناه وزاره الماليه. انت موقفك شنو من جبريل؟ اللي بيطلع بيقول جبريل واقف مع الجيش، وجبريل حركه اسلاميه، وجبريل كوز، وجبريل قاتل وحرامي منه؟ ما انت ذاتك المضيت معاه، حليت مشكلتك سياسيا واجهه، بس مشيت وقعت لي ورقه معاه وجبت جبريل خطيته، لكن الازمه ما حليتها انت مع جبريل. ليه؟ ما يحس انت مشاكل جبريل ذاتك. جبريل ده مش مضيت معاه انت في جوبا؟ مش انت مضيت اخر زول مشي رفع ال الاتفاقيه حق جوبا منه بعد التوقيع البرهان؟ الوقت ده كنتوا رافعين الاعلام وبتغنوا. مذكر الفضيحه اللي عملتوها، رافعين الاعلام بتاعت الحركات المسلحه وما رافعين علم السودان في الاتفاقيه حق الجوبا. مش البرهان رفعها بس، انت الوقت ده حمدوك مضاها، وانت مضيتها، والتعايشي مضاها، وحمدتي مضاها. المضيت معاهم الموضوع بتاع حل الازمه التاريخيه وجذور. لما جاتك الفرصه تحلها منو؟ انت عملت شنو؟ الليله مناوي ده بالنسبه لك عدو. ليه؟ لانه واقف مع الشعب السوداني، واقف مع شعبه، واقف مع قواته المسلحه. انت مستهدفه. لما جاتك الفرصه تحلها مشيت عملت ازمه جديده، حليتها شكليا عشان تقعد في الكرسي. انا انجزت لكم، جبت السلام. وين السلام اللي جبته انت هسه؟ ما ده مناوي انت مش شاكل معاه، جبريل مش شاكل معاه، اردول مش شاكل معاه. مش ده اللي مضوا معاك في اتفاقيه؟ عقار ده مش مضى معاك في اتفاقيه جوبا وجبته على ضوءها في مجلس السياده؟ اي عقار ده بالنسبه لك حسي نائب رئيس مجلس السياده المختطف الغير شرعي اللي انت بتحارب فيه. وحسي انت عقار ده ما نائب رئيس الدوله دي المشيت حليت معاه مشكلتك التاريخيه وجذور الازمه في جوبا. عقار ده ذاته اللي انت بتمشي تشكيه في برلين وفي فرنسا بتقول عقار وقواته المسانده للقوات المسلحه بيقتلوا في المواطنين. انت قاعد تقول الكلام ده حسي عن عقار.
انت ما لما جاتك الموضوع ده ما ازمه، ده موضوع تجاره عدم مبادئ. الفرصه لما جاتك تقعد مع عقار قلت انا جبت السلام وحليت جذور الازمه وقعدت في القصر، في الموضوع ما كان قصر. انت ممكن يشتروك بكرسي يا خالد السلف، لانه انت طلعت قلت انا ما حقعد في الكرسي ده ودماء الشهداء ما جات. بعد سنه لقيناك قاعد في الكرسي، شاتوك منه برا قاعد تتبكى. شاك واك انا داير داندورما، ما في يا بيبي. ما حلت جذور الازمه، انت جذور الازمه بالنسبه لك كرسي تقعد فيه. مشكله عقار انت بتفترض انها تاريخيه. عقار قاعد في القصر الجمهوري حسنا يا رئيس مجلس الدوله. بيتكلموا عن انه يا اخي استئثار الشمال بالسلطه، انت داير تهبش الحته دي؟ حاضر. لماذا حاكم اقليم دارفور من دارفور؟ السلام عليكم. عليكم السلام. لماذا حاكم اقليم دارفور من دارفور؟ لانه هو حاكم اقليم الاغلبيه فيه من السكان هو بمثلهم المجموعه القبليه الكبيره. لماذا حاكمت بريطانيا من بريطانيا وليس اسكتلندا؟ لماذا في الدستور بتكتب انه رئيس الدولة لازم يكون حامل الجنسية بالميلاد أما وأبا؟ لماذا؟ لأنه الزول المولود في الحتة دي موجود القوم بتاعه عشان ما يخش فيهم في نزاع. لماذا اختار البريطانيين عاصمة السودان الخرطوم؟ لأنه فيها التقاء النيلين، حركة التجارة السهلة في نيلين. أنا ما ممكن أمشي أعمل العاصمة في نص الصحراء في عبرة. لماذا؟ لأنه الوقت داك ما كان في سكة حديد، كان التنقل بيتم عن طريق النيل. أنا رابط 4 دول و10 هناك مصب ومجرى، كلهم قاعدين بمركب واحد بيمشي من مصر من الدلتا لحد هناك بحيرة غانا دي ولا اسمها شنو. 10 دول، 10 دول بتعامل مع 10 حكام، بتعامل مع 10 شعوب، بتعامل مع البن. قلت له قاعدين تزرعوا بن ما بتجيبوه من كينيا، جبتوا بشنو؟ لو العاصمة دي قاعدة هناك ما استخدمت النيل كنت حتجيبه بشنو؟ طيب المنطقة دي فيها ناس ساكنين في قبيلة هنا قاعدة، هل القبيلة دي انت بتخش معاهم في صراع ولا بتجيب الزول من عندهم؟ تسلسل التاريخي كده في 1800 المهدي ده اللي حكم الخرطوم دي وحكم السودان، هو قاعد خرطومي او الدمدرمان وما جاي من جزيرة لبب. تفوق عليه الناس الموجودين بالقوة، حكم الجيش، صار حكم المنطقة. حل النزاع ده الزول انت بتجيب الزول الناس كتار في الحته بتديه الحاكم عشان ما تخش معه في صراع. ده تاريخيا. جاء موضوع الصندوق، الناس انتخبوا الصادق المهدي. الصادق المهدي من ام درمان ما كان في انتخابات، انتم ما قلتوا حره ونزيهه. انتخبوا الصادق المهدي لانه عنده ثقل ودوائر فوزته دارفور ما فوزته ام درمان. بالمناسبه انصار الصادق المهدي وين؟ في النيل الابيض وفي دارفور. هم اللي فوزوه في انتخابات 85 الحره النزيهه. الجل بشير قلبها متذكر؟ ما لانه ساكن ام درمان الصادق المهدي، ما فاز لانه حكم السودان لانه من نهر النيل ولا لانه من المقرن. لكن انت بتيجي تصور الحاجه دي بتقعد تقول لي والله لانه اللون غالب ولانه الدين غالب ولا يعني احنا نخلي ديننا عشان تقدم ندس الدين حقنا ونقول والله احنا علمانيين واحنا لا دينيين واحنا والله الدين حقنا. البلد دي السمه الغالبه فيها الدين الاسلامي. جاء زول شايل الكتاب ده منطق الناس، جاء زول شايل كتاب تاني ما منطق الناس، جاء زول ثاني شايل صنم ما منطق الناس. الدين ده ما طرح بتطرحه للزول، طرح في المساله دي. في نوع كنت القحات حسي انتوا ما طلعتوا برا الدين ما عجبكم، انتوا ما فئه مجموعه، ما انتوا هسه ما بسالكم هسه انتوا ما مش من الحاد لا وعداوه للاديان كل الاديان. ده موضوع خياراتك انت، ما لانه السمه الغالبه، لانه اللون والدين هم الحاكم. انت ده في تاريخ ال 56 كنت بتصور للناس الحاجه دي وبتزرع في الفتنه دي. لما جاتك الفرصه مشيت عملت حاجه سطحيه ساذجه اسمها اتفاقيه جوبا، واول من كفر بها انت
وبتكلمنا حسي عن السطحيه والسذاجه. حسألك سؤالين سريعات يا اخي السلك في السياسه عشان اطورك شويه، عشان المره الجايه لما نجي نردمك تكون عندك شويه مقاومه. لماذا لم تعتقل المحكمه الجنائيه نظام البشير؟ تفضل. لما انتوا جيتوا مسكتوا السلطه ضد منه؟ النظام البائد. دايرين نعمل لهم شنو؟ محاكمات. ليش شنو؟ لانهم افسدوا وقتلوا وحرقوا وعملوا الصراعات ليه ما وديتوا البشير الجنائيه؟ ما هو انت بتقدر تجيب الفصل السابع وبتقدر تمشي بروكسل بدون علم الدوله، وبتقدر تمشي تجيب الفصل السادس بدون علم الدوله، وبتقدر تجيب الفصل السابع بدون علم الدوله. لماذا لم تسلم عمر حسن احمد البشير للجنائيه؟ لماذا؟ لانه الجنائيه اصلا ما كان حتقبلوا منك. ما لازم يكون عندهم حجه ورواب. الجنائيه حتستلمك انت يا خالد السلك، وحتستلم حمايتي لك، ما بتستلم البشير. الحجه الحسي يدخلوا بها السودان ويكتلوا بها الشعب السوداني شنو؟ وجود الاخوان المسلمين. لو لقطوهم من الاول كان حيلقوا حجه؟ ما حسي دي العالم انت بتستعداه وبتمشي تقول في شنو؟ بتبدو تقول انه الشعب السوداني ارهابي. ليه؟ لانه النظام البائد موجود. انت لما كنت في السلطه مالك ما مسكت النظام البائد. الاسي انت بتحاسبني به، بتقول لي انا ضد الجيش وضد الشعب السوداني لانه واقفين مع الفلول والنظام البائد وابواق الحرب. وانت لما كنت في السلطه ونائب رئيس مجلس وزراء حمدوك ده سافر برا البلد دي كم مره خلاك براك؟ مالك ما جريت لك قلم رفعت النازل وديتهم الجنائيه؟ ما ملفاتهم مفتوحه ليه ما بتعملها؟ لانه مشغلك وصنعك ما داير له حجه يدخل بها السودان. كانت الحجه يكون عمر البشير ده قاعد. فهمت يا حمر؟ دي واحده من الحاجات اللي بتفتح لك مخك. طيب قلت الحرب دي بدوها الكيزان وبداها الجيش. الروايه اللي كان بيقول فيها شبشب الملك والمستلمه السفينه الحمدابي ونسى انه الدعم السريع جاوا في مروي. دار اقول لك حاجه واحده، هو البرهان بدا الحرب وطيب ليه الدعم السريع حاصره في بيته؟ يعني البرهان ده قاري عنده حاجه اسمها الخداع الاستراتيجي، عنده ماستر في الخداع الاستراتيجي، ما عنده دواء في الكوكب ده الا صرفه، لكن بوديك والدليل انه وداك انت يعني. فرتك حنانه خلاك لاجئ ولفف بين الفنادق رغم انك تسيد الثوره. هسي قلت الجيش يغبر الثوره. يلا ده البرهان ده ذاته. كيف البرهان يعمل الحرب وما يخطط انه يحمي نفسه؟ وانه يخوض المعركه دي براو لدرجه انه يقتل من الدعامه 62 دعامي، ولدرجه انه حرسه الشخصي يموت فيهم 35. كيف ما رتب الحاجه دي؟ رتب الحرب ورتب مواعيده ورتب اي شيء، ما رتب انه يكون محله الامن وين؟ ما رتب انه الدعم السريع دي يجي حاصره 600 تاكسر، ما كان مجهز الحاجه دي. الواسق البرير في قناه الجزيره، طه عثمان في قناه الجزيره، الواسق البرير قال كنا مع البرهان وحميدتي في القصر الجمهوري في القياده العامه الساعه 9 قاعدين. سمعنا انه قالوا يا اخي الدعم السريع محاصر القياده والحرب بدت في جبره، حاصروا البرهان. حميدتي طلع والواسق البرير طلع. البرهان ما يكون مجهز نفسه يا خالد سيرك بالمنطق الحاجه دي بتجي. قائد عسكري عنده من الحنكه والمقدره انه يواجه 18 دوله ويمرق بجيشه ده الان ويمرق من القياده العامه المحاصره. لحد الليله انتم عارفين انه مرق كيف؟ قلت انتم اللي مرقتوه بعين لكم ساي. قلت ما عارف مرق باتفاق معين لكم ساي. سايقين انه المنام يمضي معين لكم ساي. البرهان مختطف بعين لكم ساي. البرهان حيوقع بعين لكم ساي. راسلنا البرهان وخاطبناه بعين لكم ساي. مرق من القياده العامه المحاصره الان، هي ذات الان محاصره، مرق منها. ده ما كان عامل ترتيب لنفسه ولبيته ولاولاده. اول حته احتلاها الدعم السريع هي بيت القائد العام. اول زول هاجموا الدعم السريع البرهان. اول زول حميدتي طلع في التلفزيون قال انا حقبض الكلب ده اوديه السجن واجيب الديمقراطيه. فانت القصه اللي بترويها عن ابواق وبدايه الحرب والفلول والخرابيط اللي بتقول فيها، انا عجبني بس فيها حاجه واحده في مقالك ده، الجمله الاخيره اللي قلتها دي. الجمله الاخيره اللي قلتها دي يا خالد: سيخلو وجه السودان لمشعلي الحرب ليقيموا نموذجهم البائس بقوه الحديد والنار. بلبل بس، انت اقتنعت هسي. لكن داير اذكرك حاجه، 100% 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
اللي انت بتعترض بها على على ياسر العطا. يوم 19 اكتوبر 2021 وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف الشهير بسلك: سنخرج من المعركة منتصرين ولن نسلم البلاد إلا لحكومة منتخبة. تتذكر تصريحك ده يوم 19 اكتوبر 2021؟ قلت سنخرج من المعركة منتصرين ولن نسلم البلاد إلا لحكومة منتخبة. ياسر عطا لما قال لك قلت لي ده شمولي؟ انت ما قلت ذاتك داير انتخابات وقلت ما بيسلم البلد دي الا بانتخابات. ياسر عطا لما قال لك نفس كلامك ده اللي قلته يوم 19 اكتوبر 2021 بعد 3 سنين، ياسر عطا قالوا سميته شمولي وديكتاتوري وقلت بيهددنا بالصندوق. انت لا فاهم في هندسة، لا في وزارة، لا في رجالة، لا في وطنية، لا في، انت زول باطل 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 بس.